إصابة بليغة في إحدى تلك المعارك، انسحب رفاقه من أرض المعركة وبقي في عداد الأموات. لكن وبعد 40 يوما يعود حسن من المجهول ليفاجئ أهله ورفاقه ويروي قصة بقائه على قيد الحياة. تحشنا عند الميدان، وهنيك لما وقت اللي صار الانسحاب التكتيكي يعني وصلت على الغابة، لسه شوي بدي فوت على الغابة، هنيك انبطحت على الأرض أنا، لأن كان المنطقة اللي بدنا ندخل عليها ضيق كتير، الشباب كان ما عم يحسنوا يفوتوا. قلت يا شباب أنا اتقوصت، فسطيت البارود على واحد من رفقاتي اللي ورا، قلت له شباب خذوا بارودتي، ومديت ايدي على واحد من رفقاتي فكمش من ايدي وسحبنا على قلب الغابة، والجيش ورا منا على الدعسة عم يجي فورا. أنا زلمة ميت ليكني يعني مقوص من هون وصار معي نزيف عم ينزل دم. فالشباب شو حمان قالوا لي لا حسن بدنا نيجي نقعد بالليل، وخبوني ورا الشجرة، وصار يحطوا علي ورا شجر وكل شيء، خبوني هنيك. أنا بلشت أطلع شوي شوي إنه لفوق، ما عم بعد من هنيك كمان من نفس المنطقة، لأن الشباب رفقاتي بدهم يجوا يعني بدهم يرجعوا ياخذوني من هنيك، بس الشباب كتر الجيش هنيك ما حسنوا يرجعوا لعندي. بعدين قطعت الأمل، يعني أنا قلت هدول ما راح يسنوا يرجعوا لعندي، فصرت أمشي من هنيك. لقيت هنيك بيتين ما دخلت عليهم، بقربت عليهم قلت لك حسن بيت محروق ومحروق، حارقين البيت وخالصين، يعني إذا أنت دخلت على البيت وشوف شو في بقلبه ما فيها شيء، فوت شوف شو في بقلبه. فتت على البيت، أول ما فتت على المطبخ لأني جوعان، صار لي 10 أيام ماني أكل شيء أبدا، عم بعيش على الفطر أنا، على الجبل اللي بيطلع على الأرض. فتت على الغرفة جوالي بالغرفة، غرفة المو محروق كل شيء، بس ضربت إيدي هيك على تحت التخت، إجا على إيدي كرتون، سحبت الكرتون ولا عدت كرتون مرتديلا معبى. بس سبحان الله استغربت، يعني قلت يعني كل شيء محروق بالبيت إلا هدول الشغلات ما محروقين. إجا على إيدي كيس، سحبت الكيس، فتحت الكيس ولا بالكيس في دواء التهاب، مرهم مشان الالتهاب، وبودرة للالتهاب، وشاش، وقطن، وسبيرتو. صرت داوي حالي هونيك. تميت هونيك 42 يوم، أنا كل يوم بشعل النار. أنا تحت الجيش فورا، تحت الجيش كانت 100 متر، ساكن ب 42 يوم بالميدان، والجيش ما بيعرفني أنا لسه. الشباب لما شافوني هيك ما حدا صدق أول شيء، استغرب يعني، قالوا لي حسن أنت عايش بعد 42 يوم، كيف طلعت حي من هونيك؟ نحن فكرناك ميت أنت وهي. جابوا لي دفتر سجل الشهداء كمان محطوط اسمي بالسجل شهيد حسن قرابجة. نهاية نشرة الأخبار الخاصة بسوريا.